في المشهد ده من فيلم إنسايد أوت هنلاقي مثال واضح جدا على إزاي الناس بتواجه مشاكل نفسية كتير أما تهمل مشاعرها، وإزاي بتبدأ تحس حاجات زي القلق الشديد أو الاكتئاب الحاد. فيلم إنسايد أوت بيتكلم عن بنت صغيرة بتمر بتجربة مؤلمة وهي عدم الاستقرار في بيت واحد. في مشهد من المشاهد المدرسة طلبت من رايلي إنها تتكلم عن حياتها. الفيلم بيوصف بدقة ليه الناس بتحس بالقلق والاكتئاب، وليه من الطبيعي إننا أحيانا نبقى متضايقين ومش مرتاحين حتى في الأماكن العامة. قعدت رايلي تفتكر ذكرياتها الحلوة لحد ما وصلت للنقطة اللي أدركت فيها إن حياتها السعيدة اللي عمالة تحكي عنها انتهت. في اللحظة دي كان المفروض تعترف إنها متضايقة، لكن حصل في دماغها صراع بين فرح وحزن. Cool kids must ring at 3 o'clock. Did you see that? Look! Oh, no. They're judging us! Somebody help! George, don't! That's a core memory! Stop it! Let it go! رايلي اتجمدت في مكانها، المشاعر فضلت جواها وما طلعتش. لكن أي حد طبيعي أكيد محتاج إنه يسيب نفسه يزعل أو حتى يعيط لما يتضايق. إيه اللي حصل لما تحدينا طبيعتنا دي؟ رايلي بقت خايفة تتكلم وتعبر عن مشاعرها لأي حد، لأنها بقت خايفة تمر بنفس المشاعر دي مرة تانية. كتير قوي من الناس اللي عندها قلق، وبالذات القلق الاجتماعي أو السوشيال فوبيا، بيقعوا في نفس المشكلة دي ويفضلوا يتجاهلوا ويرفضوا المشاعر دي مرة ورا التانية لحد ما القلق يزيد. عشان نعرف نتعامل مع القلق ده لازم الأول نحل سبب الصدمة ونحس إننا مرتاحين مع نفسنا بغض النظر عن إحساس الضعف اللي عندنا بسبب الصدمة دي. لازم ناخد وقتنا عشان نزعل ونلاقي مساعدة، ده الوقت اللي الدماغ فيه بتوسع مكان عشان تستقبل مشاعر أحسن. Riley can't be done with me. Hey, who's ticklish, huh? Here comes the tickle monster! Hey, Bing Bong, look at this. إحنا نقدر نعدي الفترات الوحشة في حياتنا بسرعة جدا والله، لما نسمح لأحزاننا إنها تظهر فنفنطها ونحلها. Something that you loved. It's gone. Forever. Sadness. Don't make him feel worse. Sorry. It's all I had left of Riley. I bet you and Riley had great adventures. Oh, they were wonderful. Once we flew back in time. We had breakfast twice that day. Sadness. It sounds amazing. I bet Riley liked it. Oh, she did. We were best friends. Yeah, it's sad. I'm okay now. Come on. The train station is this way. How did you do that? I don't know. You gotta fix this. Get up there. Sadness. It's up to you. Me? Sadness? Sadness? I can't, Joy. Yes, you can. Riley needs you. اوعى تحاول تخبي مشاعرك حتى السلبية، لأنها مهمة جدا لينا عشان نعيش حياتنا بطريقة طبيعية. فرح أخيرا بتؤمن إن الحزن شيء أساسي عشان نقدر نعدي أي صدمة. أول ما فرح اتعلمت ده من بينج بونج سمحت لحزن إنها تتحكم بالذكريات الأساسية عند رايلي عشان تقدر تحللها بطريقة صح وتسيب مشاعرها الحقيقية تطلع وتفهم نفسها بطريقة أحسن. لو فضلنا نحاول نعمل فيها مبسوطين بالرغم من إننا زعلانين ومتضايقين هنتحبس جوه دماغنا، ودي حاجة مدمرة جدا لينا. احنا محتاجين نطلع مشاعرنا بحلوها ومرها عشان نفضل متوازنين ونحاول ننقذ نفسنا من القلق والاكتئاب.
انت بطبيعتك حد كويس وسعيد ومولود الناس بتحبك. حاول على قد ما تقدر تفكر في كل حاجة ضايقتك ونفضت لها عشان تقدر تحلها، أو بمعنى أصح تعالج تأثيرها. لو لسه حاسس إنك مش مستريح، لازم تعرف إنه مهم قوي إنك تبقى نفسك، وشوية بشوية لما تفكر في نفسك بطريقة كويسة وإيجابية، المشاكل والصدمات هتقل وتتحل بالتدريج.